احنا كلنا بنعيش في الدنيا دي وبنتمنى الجنة. بس يا ترى فكرت في يوم ايه اول حاجة هتحصل لما تدخل الجنة؟ اول ما يفتح باب الجنة هتشعر براحة عمرك ما حسيت بيها قبل كده. كل الهموم اللي كانت شاغلة بالك، كل التعب اللي شلته في حياتك هيختفي فجأة. الهوا نقي، النور مش زي اي نور في الدنيا. حتى خطواتك وانت داخل بتكون خفيفة كأنك بتطير. هتسمع صوت جميل بيقولك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الملائكة هيستقبلوك مبتسمين فرحانين بيك، ويقولوا لك: أهلا بيك، تعبت، استحملت، اتفضل ارتاح. هتحس إنك كنت غايب عن بيتك ورجعت له. هتشوف أنهار مش عادية، من لبن، من عسل، من خمر لذة للشاربين. أشجار الجنة طولها بيغطي السماء، والفاكهة بتنزل ليك من غير ما تمد إيدك. طيور بألوان غريبة، مناظر عمر عينيك ما شافتها، وحيوانات بتلعب حواليك من غير خوف ولا ضرر. مين فينا ما فقدش حد عزيز؟ هتلاقيهم هناك كلهم مستنيينك، فرحانين بيك، بتحضنهم من غير دموع، من غير وجع. هتقول لنفسك: هو أنا في حلم ولا دي فعلا الجنة؟ ربنا عز وجل وعدك إن ليك بيت في الجنة، بس مش من طوب وأسمنت، لأ، ده بيت من ذهب، وسقف من اللؤلؤ، ومفروش بأجمل ما خلق ربنا. وكل حاجة هتتمناها هتلاقيها قدامك على طول، من غير ما تطلب. مش هتتعب، مش هتعيا، مش هتزعل، ومش هتموت. ضحكتك مش هتفارق وشك، وهتحس بسكينة عمرك ما دقتها في الدنيا. وكل يوم في الجنة هيبقى أحلى من اللي قبله. وفجأة ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يطلب رؤيتكم. فنجري كلنا لمكان اللقاء، ويسألنا ربنا سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فنقول: يا رب كيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: أعطيكم أعظم من ذلك. فربنا عز وجل يكشف الحجاب عن وجهه، وننظر إلى وجهه الكريم. النور والجمال والرحمة كلها قدامك، سجود ودموع وفرحة عمرك ما تقدر توصفها. اللحظة دي هي أجمل لحظة في الجنة كلها. وربنا عز وجل قال في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ساعتها هتقول: ياه، ده هي دي الجنة بجد. وعايزك تعرف إن الجنة دي مش حلم، الجنة وعد من ربنا عز وجل، وعده لعباده الصالحين. اعمل بقى علشان اللحظة دي، علشان تبقى من اللي هيدخلوا من غير حساب، ويشوفوا وجه ربهم الكريم. لو حسيت بأي لحظة حلوة جوه الفيديو ده، صل على النبي وشارك الفيديو ده مع اللي بتحبهم. يمكن تكون سبب في إن أي حد تاني يدخل الجنة.